جارح يا اهل الهوى مجارح ومجارح كنا بحبك مجارح ولك آه لك الله على صوتي ما أحلاه يخزي العين ومجاريح يا أهل الهوى مجاريح ومجاريح كنا بحبك مجاريح ومجاريح لكتب لك عاجن حطير ومجاريح يا حبيبي هنينا 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 آخ سلام شرطة مين؟ شو اللي صار؟ خلي حدا يجيب مجروح. جريمة بقصد السرقة. إيه بس ذبح. سارقين كل الذهب اللي معها حتى الحلقة اللي بقدميها. مروان، نحن لازم نتولى التحقيق بهي القضية. هي من اختصاص جنائي اللي هون. يا أخي وإذا الضحية كان سهران عنا ليلة امبارح والجريمة صارت بالشاليه اللي بجنبنا، يعني نحن حنكون أقرب لأي مجرم من أي حدا تاني. ماشي. احكي مع العقيد فواز خليه يكلفنا فيها. هذا اللي تحت أظافرها دم
ويمكن أنسجة. دم وأنسجة من لحم القاتل، هذا نتيجة مقاومته له. أكيد. على الأغلب هابشته بوشه أو برقبته. هذا بيعني إنه المجرم حامل إدانته برقبته أو بوشه. المهم نعرف بالتحليل مين صاحب الدم والأنسجة. محمد، حاضر سيدي. بتجيبوا كل المشتبه فيهم وكل اللي لهم فيش كل المطلوبين من المنطقة. بسرعة. حاضر سيدي. اتركنا لحالنا لو سمحت. نحن مقدرين وضعك منيح سيد عابد، وإذا بيهمك أمر المرحومة لازم تركز معنا منيح. تركيز؟ قالوا تركيز، قالوا تركيز بعد ما راحوا الغوالي. لأنه اللي راحوا غوالي لازم تتعاون معنا. وأنا حاضر. مروان، نحن لازم نتصل بأهل المغدورة. سيد عابد، فيك تعطينا عنوانهم بالشام؟ ليش ما يقتلوها؟ مو حرام؟ لكن مو حرام. كم يوم صار العروس؟ أكيد جوزها عابد جن. جوزها ولا أهلها؟ يا ريتني ما شفتها. سيد عابد، لاحظت على حدا كان عم بيراقبكم؟ أو قالت لك المرحومة عن شي حدا كان عم بيراقبها؟ ليش لحتى يراقبوها؟ لأنها كانت حاطة ذهب كتير على صدرها وعلى إيديها. والله قلت لها كثير لا تحط الذهب كله اللي عندك، لا تفتح عليك العين. يعني سبق وحذرتها. ولاني خايف عليها من السرقه، كنت خايف عليها من العين. بس شو بدي اعمل باهلها؟ بحبوا الذهب كثير، يعني اذا بتحملوا طن ذهب بياخذوه. وهي الله يرحمها كان طال على امها، بتحب تشكشك حالها بالذهب حتى وهي نايمه. الطبيب الشرعي خمن انه الوفاة حدثت بين الساعة 2 والساعة 5 من صباح هذا اليوم. بهذا الوقت وين كنت؟ كنت سهران انا ورفقاتي من الساعه 10 لوش الصبح. وين؟ ملهى من ملاهي البلد. طيب كم واحد كنتوا؟ 7. طبعا كلكم ضليتوا من اول السهرة لاخرها. طبعا. يعني ما في حدا ترك السهرة راح عمل شيء؟ لا شو عرفك طالما انت كنت سكران؟ انا ما كنت سكران، ما كنت سكران يعني. بس المرحومة قالت لنا أنك ما بتشرب، يعني شو اللي خلاك تشرب بهديك الليلة بالذات؟ مزبوط انا ما بشرب، بس رفقاتي ضغطوا علي لحتى اشرب باعتباري عريس جديد، وانا ما قدرت. قمت شربت حتى ما يفكروني خايف من مرتي. يعني معقول تترك مرتك لحالها وهي عروس جديدة وتروح تسهر لوش الصباح؟ هلا انتوا ليش عم تحققوا معي؟ روحوا حققوا مع القاتل. مو لازم نعرف مين القاتل حتى نحقق معه؟ معناتها انتوا عم تشكوا فيني؟ لا، نحن ما عم نشك فيك، هي أسئلة ضرورية.
على العموم ريح وهدي. هلا اعطينا اسماء رفقاتك، اسمائهم وعناوينهم وارقام تليفوناتهم. تفضل. يا طول بالك طول بالك. هدول الشباب بيجيبوهم كلهم من بيوتهم. المسا بالكثير لازم يكونوا بالقسم. تحرك. هلا انت عن جد شاكك بعابد؟ الزوج عادة بهيك نوع من الجرائم بيكون أول المشبوهين. ولا نسيت؟ ما نسيت، بس كمان الجريمه بدافع السرقه، يعني معقول يعطيها الذهبات ويرجع ياخذهم منها؟ السرقة ممكن تكون ستار، يعني القتل ما له علاقة بالسرقة. لا لا ماني معك انا بنوف. يعني ممكن يكون عابد بده يتخلص من مرته، قام بعت واحد من رفقاته وقتلها. معقول واحد يقتل مرته وماله متزوجين 5 أيام يا جماعة؟ بقضايا الإجرام لازم نفترض أسوأ الأمور، ولا أنتم مو معي؟ انا شخصيا ماني معك. على العموم وقت اللي بيوصلوا أهل المغدورة رح ياخذ التحقيق مجرى آخر. ليش امتى رح يصلوا؟ ما بعرف، بيكونوا هلا طلعوا من الشام. الله يعين اهله. الله يعينهم، فعلا الله يعينهم. يا جماعة امبارح كانت بيناتنا هيك عم تطير مثل الفراشة. لا ضحكت عم ترم بأداني. الله يرحمها. انت هيك شايف؟ ايه. طيب احترم سيدي. دخل سمير. حاضر سيدي. انت بتحقق معه. ماشي. شرف. أنا اتغلصت عليكي ما لاحظت هيك شيء. بلا. اللي صار لحد هلا بالنسبة إلي طبيعي وما أخذته بأي معنى. يمكن لأني بحبك. ما بتحبيه لمروان؟ لا، بس هو بحبك. ما قال لي ولا سألته. سمر بدون ما يقول لك بدون ما تسألي، شغلة واضحة مثل عين الشمس. لا أنا صدقيني. مصدقتك، أنا مصدقتك، بس الصورة هيك، هي المعادلة هيك. أنت بنت حلوة وفهمانة، والبنات كثير حبوكي، فليش لحتى أنت ومروان ما تحبوا بعض وترتبطوا؟ يعني شو المانع؟ ما في مانع غير إني وافق إذا طلب مني فكرة الزواج. ليش لحتى ما توافقي؟ لأنه المعادلة عندي غير عندك. إيه بس أنت تركتي لبهاء. تركي لبهاء ما له علاقة بزواجي من غيره. بتعرفي سمر، موت سلام وهي بزهوة شبابها خلاني أحس إنه الدنيا فاضية، الدنيا ما فيها ولا شيء. صرت خايفة غمض عيوني بأي لحظة وما عود فتحه. سلامة عمرك. لذلك حسيت إنه ليش لحتى أعيش حياتي كلياتها نكد وحزن وزعل. حسيت كمان إني غلطت كثير لما حبيت مروان بدون ما يعرف. حسيت إنه هو ما له ذنب إذا حبك أو حب أي وحدة ثانية وارتبط فيها. لارا خلص سمر، لا تحكي ولا شيء، بس بدي اياكي تصدقيني من كل قلبي. اذا ارتبطتي انت ومروان رح اكون كثير سعيده، عن جد سمر.